هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يا أهلا وسهلا فيكم بقناتي. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم في فيديو جديد. حابة أرحب بكل الصبايا اللي انضموا لقناة جديد. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا القناة. ومنرحب بالصبايا الموجودين بالقناة اللي دائما بتابعوني. أهلا وسهلا فيكم. حابة أطلب منكم طلب قبل ما نبلش الفيديو. بدي تحطوا لي لايك هلا انتوا عم تسمعوني. حطوا لي لايك، كتبوا لي تعليق حلو، وحطوا تشجيع للفيديو. الله يجزيكم الخير، لانه هيك مشان يعني يرتفع الفيديو اكتر والقناة تنعرف اكتر. عم اتعذب كتير بالفيديوهات وعم انوع لكم فيهم قدر المستطاع، فهيك يعني شجعوني اكتر وكتبوا لي تعليقات حلوة. وخلونا هلا نبلش بهذا الفيديو. رح تشوفوا غيرت ديكور المجلة، يعني مو انه المطبخ بشكل عام. عزلت المطبخ وغيرت ديكور المجلة كتير، صار حلو. تابعوا الفيديو للأخير وشوفوا، عن جد كتير 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 صار حلو. من زمان كان بدي أعمل هذا التنسيق، وسبحان الله لحتى تيسرت الأمور وهيك قدرت يعني أروح وأشتري أغراض وهيك. الحمد لله، وأخيرا سويت اللي ببالي. في كم شغلة هيك يعني بدي أسوي عليهم تعديل، طبعا بعد ما أخذ رأيكم. هيك يعني انه تعطوني رأيكم، حلو ما حلو، اغير او ابدل شي يعني. برجع بسويهم بالفيديو الجاي، بس حبيت اخذ رأيكم بالمنظر يعني النهائي. انا عجبني كتير، بس مثل ما قلت لكم منتظرة كمان رأيكم. هون سويت لهم معكرونة بلبن للولاد. هلا في كتير ناس بيعملوها بغير طريقة. مثلا في عندي أنا بنت سلفتي بتحط لها مخلل، في عندي رفيقتي بتحط لها مثلا أمور تانية. أنا بالنسبة إلي بعمل، ودائما بحكي هذا الشي، بعمل الشي يلي ولادي بيحبوه، يلي ولادي بفضلوا. يعني هلا انا مثلا بعثت لي بنت سلفتي صحن لانه فيه مخلل ما اكلوا، لانه فيه مثلا اضافات تانية ما اكلوا. عرفتوا؟ انا ما بحط له توم ني، توم يعني مو انه مايونيز بحط، بس توم ما بحط. اولادي كمان كان فيه توم ما اكلوا، فانا مشان انه خلص اعرف انه بياكلوها واكون واثقه انه بياكلوها، ما بحط اضافات انه تخليهم ما يحبوها. فهمتوا علي؟ الشغلات اللي انا بحطها ذرة وبازيلا، مايونيز، ملح ولبن، وذرة، مايونيز، ملح ولبن ومعكرونة. بس هدول بحطهم وكتير بيحبوها وبفضلوها بهاي الطريقة. عرفتوا علي؟ وما صار لي جدي يعني هالسنة تقريبا من الصيف بلشت اعمل لهم اياها، لانه كانوا بياكلوها كمان بغير طريقة. بحب اعملها بلبن وثوم ونعناع ومعكرونة بس. عرفتوا؟ فصرت اضيف لهم هدول الامور، صاروا يحبوها. لغيت هذيك الطريقة. المعكرونة بتحسوا سبحان الله الأولاد كلهم بيحبوها، بس بدهم بطريقة معينة. وخصوصي أنا أولادي كتير يعني انتقائيين، بيصيروا إنه شلون بدي أقولكم إنه هذا بناكل وهذا ما بناكل، وهذا بنحبه وهذا ما بنحبه، وعلى هذا مثله. هون بعد ما خلصت المعكرونة، مو هي باردة، بيضلوا بيروحوا بيجوا بياكلوا منها. فما إنه هي شلون بدي أقولكم إنه خلص وجبة رئيسية بنحطها وبناكل وهيك. عرفتوا؟ فبساويها بحطها بالبراد، بيضلوا بيروحوا بيجوا بيعبوا. هون رح أشارك معكم هاي الوصفة. وصفة حلو كتير، كمان سهلة وبسيطة وطيبة وبتبيض الوش مثل ما بيقولوا يعني بنت حلال. هون حطيت لتر حليب، بعدين بتحطوا بيضة، بعدين
5 معالق أو 6 معالق. هلأ شوفوا السكر هو اختياري. هلأ الطحين لأ رح تحطوا شلون بدي أقولكم يعني على المعيار، بس السكر بدكم بتكتروا بدكم بتقللوا ما في مشكلة. بس أنا حطيت بالوصفة 5 معالق سكر و5 معالق طحين. وهي الزبدة شوفوا يعني هيك حتى مرقم عليها ايش قد رح تحطوا. يعني بتقدروا 100 جرام 50. هلا أنا رح أحط 50 جرام لهي الوصف لهي الكمية، عرفتوا؟ فقسمت عند المكتوب 50 وحطيتها. وبعدين بتحطوا حطيت أنا 5 معالق سكر و50 جرام طحين وبيضة ولتر حليب و5 معالق طحين كمان بتحطوا وزر فانيليا. وبتحركوهم كتير كتير منيح على البارد. بتضلوا بتحركوهم هيك حتى يعني أهم شي تكون البيضة إنه هيك متحركة كتير، لأنه إذا أجى عليها نار بتعرفوا يعني البيض وقت بيجي عليه حماوة يعني بيدفى. فبحركهم كتير كتير منيح وبخفقهم مع بعض وبعدين بحطهم على النار. على النار انتوا عم بتحركوا بقى الزبدة بتدوب وبصيروا هن يعني كلهم هيك بيندمجوا مع بعض. وبتضلوا حاطينهم على الغاز يعني بيسخنوا لحتى يغلوا ويسمك الخليط. بتحركون شوي هيك كم غلوة. أنا أصلا مصورت لكم هيك إنه بيبقبق شوي أنا هيك بقول هلا تقولوا إيش بيبقبق، يعني هيك شوي بيغلي مشان تروح ريحة طعمة الطحين من الخليط وبيكون جاهز. وبتكونوا هنيك على طرف مجهزين بسكويت سادة. وهلا بقولكم شلون بتحطون هيك فوق بعض. وهون طبعا بعد ما هيك بتكونوا حاطينهم على النار مثلا مدة 5 دقايق بيكون سخن يعني وبصير بقى بيسمك، لأنه فيه طحين وهيك أمور وبيضة وهيك فبيصير بيسمك. بتخلوه شوي هيك يعني شوي يغلي مشان مثل ما قلت لكم ما يضل فيه طعم طحين. بعدين هو بسخن بقى بتجيبوا البسكويت السادة. ما بده لا تحطوا تحته حليب أو تغطوه بشي أو أي شي أبدا. الخليط هو سخن بتحطوا البسكويت طبقات وبتحطوا فوقه طبقة من الخليط، طبقة من البسكويت وطبقة من الخليط لحتى يخلص كل الخليط عندكم. إذا بدكم تسووا مثلا كمية كبيرة ضاعفوا الكمية اللي شفتوها. بدكم كمية قليلة مثل هاي مثلا وسط بدكم تقللوا أكتر بتساووا الكمية هاي بالنص يعني اختياري لألكم. هون شوي هيك وقت حطيت الخليط صاروا البسكويتات يتزحزحوا فصرت هيك أسندهم بإيدي لبين ما أحط الخليط. وبخلص هيك الصحن كله بتعيفوه شوي يبرد برا بس هيك راح البخار منه. بتحطوه بالبراد وبس برد هيك ويعني كله خلص برد مشي الحال. بتطالعوه وأنا برش فوقه كاكاو. هو يعني كتير بيعطيها طعمة طيبة. جوزي ما حبه قال لو مخففتيه شوي يعني هيك ما بعرف ما حب انه الكاكاو فوقه. قال لو بدون كاكاو اطيب. ما بعرف انا حبيت أذواق انتوا ايش ما بدكم بتقدروا يعني تتصرفوا. وحبيت اعمل هيك سهرة خفيفة للعيلة فساويت للصراحة هذا الكيك وحطيت لهم هيك شغلات رح تتسوقتهم وجيت هيك سويت لهم سهرة حلوة. هون بعد ما طلع من البراد شوفوا تغير حتى لونه انه هيك مثل صر الوجه. فرشيت هيك فوقه كاكاو وصار عندي جاهز. وبقطعه وبنصحكم كتير كتير لأنه عن جد كتير طيب. هون بعد ما خلصت السهرة وتاني نهار في لقطات اخدتن يعني بنهار مختلف ولقطات بنفس النهار. المهم بعد ما هيك رتبت لهم السهرة. على فكرة أنا عم بنزل كتير فيديوهات على الانستغرام وعلى التيك توك كتير فيديوهات حلوة هيك يعني التنسيق هذا اللي عملته كله صورته على الانستغرام وعلى التيك توك. فأخذت لكم هيك لمحة بسيطة على اليوتيوب. فاللي بحب يتابعني على الانستغرام الروابط تحت بصندوق الوصف. أو مثلا إذا ما لقيتوا الرابط أو ما عرفتوا يعني تدخلوا عليه اكتبوا عالم هبة على التيك توك أو عالم هبة كمان على الانستغرام بيطلع لكم. هون انا بقى بدي اسوي مثل ما قلت لكم ديكور للمجلى. اول شغله اللي ورا الحنفيه كان ملزق. انا اول ما فتت على البيت حطيت جبصين وبعدين حطيت فوق هذا اللي هيك بيلزقوا فيه لحد المجلى. عرفتوا ما بعرف ايش اسمه يعني سيليكون مو سيليكون مو انه هذا السخن ما بعرف هو يعني مخصص للمجلى. قلت انه مشان يعني اذا جاء مي يحمي. فهيك مثل تغير لونه صار رطوبة ما بعرف. المهم هون هيك حبيت اعمل يعني شي جديد. قلعتهم كلياتهم وكان عندي واحد من هدول هيك المرهم قديم وعندي واحد كمان 3/4 فيه. فقلت بخلص القديم اللي فيه شوي وبعدين ببلش بالجديد.
شغلة تانية، هذا هيك مثل عصارة بيجي بقلبه مثل جبصين، بس الجبصين اللي بتجيبوه بالكيلو بصير هيك كتير خفيف وبتفرفط، هذا بيصير مثل الحجر. اللي متابعني من قبل ببيتي القديم كان الحمام عندي كتير هيك أرضيته هيك مبعدة عن بعض ومفتحة وما حلو أبدا، فجبت هذا وسويت فيه أرض الحمام، طلع بيجنن عن جد. هلا الحمامات وقت بتحطوا فلاش أو بتحطوا كلور بتحسوا هيك الجبصين اللي بين البورسلان بينقلع، فهذا يعني 100%، وبنصحكم فيه كتير كتير منيح. أنا بهداك الوقت أخدته ب40 ليرة تركي، فهلأ ما بعرف شو صاير، بس كتير منيح وعن جد بنصحكم فيه. هون بعد ما خلصت حرف المجلة هيك كله طلع أبيض وغير شكل. هلا بقى رح نبلش بالديكور، هيك فرجيتكم قبل وبعد مشان تعرفوا الفرق يعني شلون رح يصير. عندي هذا خيط خيش كتير حلو، بيعطي هيك جمال للشغلة عن جد وقت بتلفوا فيها. فعندي هدول الثلاثة المطربانات، الأكبر واحد سكر والأصغر شاي والأصغر قهوة. لفيت عليهم من فوق هذا الخيط، كتير طلع منظرهم حلو عن جد. استنوا النتيجة لأنه كتير كتير رح تعجبكم. خلصته وبعدين رح أفضي القهوة فيهم لأني كنت لسه عماني مفضية. سويت على 3 مطربانات وشوفوا عن جد عطوني رأيكم، كتير حلوين. حسيت حالي بهذا الفيديو كتير أبدعت. واللي بتذكر انتو هون فرجتكم المشتريات هون، لانه صاير عم بصور مو قلت لكم اكثر من مكان، فما عم بعرف يعني وين فرجتكم وين ما فرجيتكم. فاشتريت هيك كمان خشبيات، طلع منظرهم كتير حلو وهيك يعني عن جد ما ندمت ابدا انه اشتريتهم. هلا رح اخلص المطربانات ورح اجيب بقى الخشبيات افتحهم وهيك اسوي ديكور حلو. هون طبعا جننوني ما بقى يوقفوا، واحترت للصراحة وين أحطهم بأي طرف شلون هيك يعني شلون رح يصير. فصرت أشيل وأحط أجرب حلو ولا ما حلو، أرجع أشيل وأرجع أحط لحتى آخر شي هيك حطيتهم وصاروا حلوين. القطعتين هدول كتير عذبوني. وحدة شوفوا من تحت هيك مثل صايرة مثل دائرة فما عم بتوقف، أحطهم يرجعوا يتحركوا، أحطهم يرجعوا يقلبوا. فجبت هيك سيليكون حطيت هيك بالنص يعني مشان يلزقوا مع بعض، ولا زبطوا طلعوا كتير حلوين. جبت عندي هذا المطربان اللي كان هيك مثل طابة خشب كمان فوقه، كانوا 3 مع بعض هدول من قبل. المهم لفيت عليهم كمان خيط من الخيش وربطته مثل المطربانات، طلع كتير حلو. وأنا كان عندي معالق سيليكون اشتريتهم كمان جداد لونهم أسود، حطيتهم بقلبه كتير طلعوا حلوين كتير كتير عن جد، مبدعة أنا. وكمان عندي ريبانة هيك صغيرة حطيتها على القطعتين هدول هيك الخشب، كمان عطت منظر كتير حلو هيك مع المعالق، انه هيك ريبانة سودا مع المعالق اسود كتير طلعوا حلوين. وعندي هيك مثل اضاءة خفيفة يعني لمبادير صغير كمان حطيته كتير طلع حلو. بس هذا الشريط البريز تبع الغاز هيك بين مثل شاز يعني، فبلشت ألف عليه خيط الخيش. كتير عذبني كتير كتير، خيط الخيش كتير رفيع
والفيش طويل، عن جد كتير كتير هيك تقريبا أخذ مني ساعة وقت يعني لبين ما لفيته. عشان هيك عبالكم حطوا لي لايكات، كتبوا لي تعليقات، شجعوني كتير، عم بتعب والله بالفيديوهات. المهم هلا بتشوفوا بعد هيك ما بفرجيكم بشكل عام، شوفوا شلون بفرق البريز يعني تبع ما بقى يطلع معي الحكي، تبع الغاز. هلا بقى اعطوني رايكم، هاي وين احطها؟ احترت احطها هالطرف ولا لا بالنص ولا ما بعرف يعني، تخربط راسي للصراحه قد ما شلته حطيت هون. الاثنين هدول الفرامات كمان حطيتهم، وحطيت على طرف هون المطربانات، وعلى الطرف الثاني تبعات الزيت المزيتات ليفتهم تليفه كتير منيحه. بس ما عبيتهم زيت لانه مستعلزمني زيت زيتون، بدي اجيب والزيت النباتي ما عبيته، قلت مشان ما هيك وحده تكون معبايه ووحده فاضيه فحطيتهم هيك. هلا هون اول شي جربت حسيت لا ما زبط رجعت جبت حطيتهم على طرف كمان قلت لا ما زبط. طبعا هذا كله عم بفرجيكم اياه مشان تقولوا لي انه قبل احلى ولا لا وقت حطيتهم قدام احلى او على طرف، مشان تكتبوا لي وتعطوني رايكم، يعني انه اغير اعيفهم مثل ما هن، انا موديل صار احلى. فعن جد يعني كتبوا لي وبيهمني رايكم. هيك صار الطرف الأول، وهيك الطرف الثاني اللي جنب الغاز كتير عجبني، أعطوني رأيكم. حبيته هيك، ورجعت غيرت، شلت المعالق رجعت حطيتهم بغير مكان، صورت لكم المطبخ بشكل عام يعني من بعيد. كتير عجبني، وهيك طلع هادي وحلو. وما بعرف أنا هيك لقيته أحلى شي، انتوا بقى شوفوا حلو ولا أغير أبدل، أعطوني رأيكم. للصراحة بس زعجتني الحنفية إنه لونها هيك موف، بس خلاص ما بيطلع بإيدي شي. وبكرة إن شاء الله بيكون هيك الجلاية خلصت يعني الصبح ونشفوا، بركب الغاز وبيطلع منظر كتير حلو. صورت لكم بكل النواحي بكل الاتجاهات، كبرت صغرت مشان تشوفوا بشكل عام يعني. عن جد واو واو واو، كتير كتير عجبني. وبس والله لهون هيك بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى اللي ما مشترك بالقناة يشترك، حطوا لي لايك، كتبوا لي تعليق حلو، بحبكم كتير كتير. لا تنسوا التشجيع واللايكات، وبأمان الله.